السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله يا رب تكونوا في تمام الصحة والعافية وبخير وصحة جيدة. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة أو تحضيرات جديدة لرمضان إن شاء الله. اليوم حضرت البطبوط والبيتزا مع طريقة السر الطريقة والسر في العجينة اللي خلاها تصبر لكم أكثر وقت، معناها الخبز معناتها أو البيتزا تصبر لكم أكثر وقت معناتها في المجمد. إن شاء الله إن شاء الله تكونوا معايا معناها، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش كومنتير زادا مزيان هكا تحفزوني بيه وتقولوا لي شنو رايكم وشنو اللي معناتها عجبكم في طريقتي. المهم لهنا باش نبدا بالبطبوط هو الاول. هنا عندي خديت كيلو فرينه باش نغربل الفرينه، حطيت نص كيلو في الاول غربلته في الاول، والنص الثاني حتى هو باش نغربلو نفس الشيء، غير خاطر الغربال صغير هذاك علاش نغربل على زوج مراحل. ما كملتش معاكم التغربيل كامل. وهنا عندي نص كيلو سميد ناعم او الفينو او سميد، المهم هذيك السميد نتاع الخبز، الدقيق نتاع الخبز. هنا ضفت عليهم ملعقه صغيره بيكنج باودر او خميره الحلويات، وملعقه اكل الا ربع ملح. هنا عندي الزرع هذوك معناتها حسب الرغبه، انا حطيت جلجلين وسينوج وكمون وحبه حلاوه، خلطتهم مليح مع بعضهم كالنواشف كاملين، حطيت حفرة في الوسط باش نضيف عليهم 2 معالق كبيرة متاع خميرة فورية، نضيف عليهم ملعقة سكر، ونصب عليهم ملعقة وشوية سكر، خاطر المغرفة ما هزتليش المعلقة ملعقة، ما هزتليش برشا سكر فهزت شوية. كما تعرفوا الكمية كبيرة معناتها كيلو ونص دقيق. وضفت عليهم الماء دافي، بطبيعة الحال الماء يكون دافي باش هكاك تتفاعل الخميرة. حركتهم شوية السكر والخميرة مع بعضهم وخليتهم حتى يتفاعلوا. لهنا كما تشوفوا بدات تتفاعل الخميرة مع السكر والماء، معناتها السكر راهو وظيفته باش يخلينا يسرع معناها في التفاعل نتاع الخميرة. ضفت عليهم 2 معالق كبار نتاع خل ابيض، وهذا هو السر اللي يخلي العجينة نتاعنا هشة والبطبوط نتاعنا يكون هش، عفوا هش وبنين، وما يكساحش معناتها، ما يبسش في الكونجيلاتور معناتها، حتى في الفريغو كي تخرجوه معناتها يبقى طري كأنكم طيبتوه في لحظتها. لهنا هذاك ضفت تقريبا 3 معالق كبار نتاع سمن عربي، سمن بقري بالطبيعه، باش هكاك في عقب باش نحط الزيت حطيت السمن يفوح بالكدا على الاخر، يفوح بنين بنين ما تتخيلوش. السمن في البطبوط ولا في الخبز راهو روعه. وكا كيما تشوف فيه شويه ذايب وشويه معناتها شاد روحه. زدت ضفت عليه، صبيت عليه شويه ماء دافي باش هكاك يتحل السمن ويذوب. هو راهو باش يذوب معناتها ما يقعدش، خاطر السمن كما تعرفوا في ساعه ما يذوب، مش حتى كما الزبده. لهنا باش نخلط هكا في الوسط معناتها نزيد الماء بشويه بشويه، وهذيك العجينه اللي في الوسط نحاول نخدمها مليح باش هكاك معناتها تسهل عليا من بعد في الدلك، ما ندلكش معناتها ما تعبنيش في الدلك. ومع انا يدي توجع فيا، راكم تشوفوا فيها يدي كيفاش منفخه مسكينه. الحمد لله والشكر لله على ما يعطينا وكاو. انا المهم نخلط العجينه، نعجن ونضيف الماء تدريجيا بشويه بشويه حتى نتحصل على العجينه المطلوبه. كما تشوفوا نضيف الماء بشويه بشويه. هي العجينه متاعي طريه، ما هيش كاسحه وما هيش سايله، نص نص. لهنا كورتها وصبيت عليها شويه زيت، كتير زيت مش برشا، باش نحطها في ذيك البول نتاع البلاستيك اللي باش تضغط عليها بالكدا وتخليها تتخمر. والبول كبيره معناها باش نحطها نخليها تتخمر، تاخذ تقريبا حوالي ساعه الا ربع. هنايا تخمرت العجينه، شوفوا ما شاء الله. العجينه ملساء رطبه مدلوكه مليح معجونه في حقها. هنا باش نحي لها كذا كان الغاز اللي فيها او الهواء اللي فيها مليح، ما نخليش فيها الهواء جمله، ونقسمها على زوز خاطر لانها معناتها الكميه كبيره دونك ما نجمش نحلها كامله. فانتم قسموا اذا كان تحبوا على زوز ولا على 3، هذاك حريه الاختيار لكم انتم، كل واحد يخدم كيفاش يرتاح. انا حبيت معناتها اسرع هكا معناتها كي نحلها كامله اسرع. المهم نحط الفرينه بالكدا معناها خاطر باش ما تلصقش حتى من بعد في البلاتو وين باش نخدم وين باش نحطها باش نطيبها.
باش نخمرها عفوا، ونحلها بالقلقال هكا معناتها بشويه بشويه حتى لين نحلوها كامله على كامل السطح متاع الطاوله. خدمت على الطاوله اليوم باش هكايا اسهل وطاوله اوسع خير من على الرخامه. واصلا باش حتى الخميره متاعها خاطر كما تعرفوا الرخامه راهي بارده برشا، كما تشوفوا انا حطيتها عملتها جويده شويه باش هكاكا، ونعاود نهزها من الفوق. كما تعرفوا العجينه كي تحلوها كي تقطعوها تتلم، دونك لهنا بعد ما تحلوها تلفوها هكا، حلوها شويه معناتها نفضوها شويه باش هكاكا اذا كان هي باش تتلم في وقتها، ما تزيدش تلم لكم معناتها وانتم تقطعوها بالقطاعه. انا قطعتها بذيك القطعه المتوسطه معناها مش الصغيره بالكل وما هيش الكبيره. وانا كي نلقى شيره معناتها جهه ما تقصتش ما تقطعتش بالكدا نعاود لها، ونلم البقايا نتاع العجين نحطهم على جنب بطبيعه الحال باش ندلكهم، نعاود ندلكهم من اول وجديد ونخليهم يرتاحوا باش نعاود الخدمه فيهم بنفس الطريقه كما كنتوا تشوفوا. لان خذت البلاطوات نتاعي اللي باش نخمر فيهم العجينه البطبوط بطبيعه الحال يلزمها تتخمر مره اخرى ترتاح على الأقل 4 ساعة باش نبدو فيها التطييب. هذه هي لهنا كما تشوفوا بعد ما قطعتها كاملة مازالت شوية معناتها هذيك البقايا نتاع آخر تقطيعة خليتها باش ترتاح وباش نبدا نطيب فيها. لهنا جبت المقلة وهنا استعنت بزوز مقالي معناتها فوق الغاز باش كملتها معناتها بالزربة كما تعرفوا، لأنها يلزمها نار هادي على الآخر باش تطيب وباش تتنفخ لكم. لهنا جينا للعجينه الثانيه نتاع البيتزا. خديت كيلو فرينه و250 غرام دقيق احرش، معناها هذاك السندونه ولا شنو يسموه كل واحد شنو يسميه. ضفت عليه ملعقه صغيره نتاع خميره حلويات وملعقه اكل ملح والزعتر والمعدنوس مجفف هذايا اللي حكيتو بيتي، والحبق مجفف حتى هو ذاك الخشين هذاك راه حبق مجفف. خلطتهم مليح مع بعضهم. هذه هي الفحات معناتها نتاع البيتزا بطبيعه الحال. ضفت لها 2 معالق كبار نتاع خميره فوريه نفس الشيء وملعقه كبيره سكر، وضفت عليهم الماء دافي ونحركهم شويه حتى يذوب شويه السكر وتتفاعل الخميره. لهنا باش نزيد عليها لقيت شويه الماء، ضفت عليها شويه ماء اخر وخليتها حتى تفاعلت الخميره بالكدا تقريبا حوالي 7 دقائق هكايا ونحركها. وعندي هنا حليب دافي 2 كيسان حطيتهم في الزيز هذيك باش سخنت فيها الحليب، دفيته خاطر يلزم الحليب دافي، وزدت عليها 2 كيسان حليب، 2 كيسان بالضبط معناتها 2 كيسان عاديين معناتها هكا الكيسان نتاعنا حنا التوانسه، الكاس نتاع هذاك اللي فيه الزيت معناتها كيما الكاس قد اللي تهز الكاس ديرها لاكس. وهذاك كيف ما شفتوا اكثر من نص كاس شويه تقريبا كاس الا ربع زيت نباتي، ما حطيت لهاش زيتونه ولا اسمن لهنا البيتزا. وكيف ما تشوفون نحاول نخلط بشويه بشويه ونخلط نمزج العجينه مليح. لهنايا نسيت الخل هكا باش نضيف الخل مقدار تقريبا 2 معالق كبار. والخل ديما راهو يحافظ على معناتها يعمل كماده حافظه. انا ما حبيتش نعمل لها بيكربونات صودا حتى هو يعمل كمحسنه للعجينه ويخليها تصبر اكثر معناتها الخبز او بيتزا او اي حاجه معجنات معناتها يخليها تصبر اكثر. حبيت نبعد على بيكربونات صودا وحطيت في عود باش نحط بيكربونات صودا حطيت الخل هكا يكون صحيه اكثر، بما ان هي باش تبقى معناتها مده طويله معناتها في الكونجيلاتور الله اعلم قداش باش تقعد. راهو الكميه نتاع البيتزا هذه خرجت لي 138 كعبه بيتزا. دلكتها بطبيعه الحال البيتزا ما تحبش تلكين برشا ويلزمها العجينه نتاعها تكون مرخوفه كيف ما تشوفوا. ما تعبتنيش البيتزا لان العجينه نتاع البيتزا ما تعبتنيش على خاطر ما ندلكاش معناتها ما تاخذش برشا دلك كيما ما تستحقش البرشا دلك كيما البطبوط او كيما الخبز المخمر. هنا باش نخليها ترتاح باش نحطها في هذيك البول اصغر من البول الاخرى لان الاخرى ديجا فيها العجينه نتاع البطبوط مازال ما بديتش مازال معناتها ما خدمتهاش وقتها. اما انا حطيت لكم الفيديو هكا بالترتيب وحطيت لكم كل حاجه وحدها. لهنا راني بعد ما عملت البطبوط خرجته من البول هذيك وخدمته طيبته ساي ديجا حولت فيه
الخميره العجينه عفوا نتاع البيتزا. نفس الشيء ونفس الطريقه عملتها بالضبط كيما عملت مع البطبوط، عملت مع البيتزا، مع عجينه البيتزا قسمتها القسمين وخدمتها بنفس الطريقه نفس الحلان، لكن البيتزا تكون ارق برشا من يعني جيده، ما تحطوهاش ما تعملوهاش خشينه. انا حتى البطبوط بصراحه ما نحبش نعمله خشين برشا، ديما نعمله جويد اكثر معناتها باش اقل بات من بعد معناتها كي تطيب. نحل العجينه كيف ما تشوفوا بالقلقال من طبيعه الحال، نمدها بالكدا بالكدا ونرقها مليح. ومن بعد هكا شوفوا هذيك تشوفوا هذيك الحفره تاع اللي في العجينه راهي هذيك اكسبرينا، يعني انا معناتها بالعاني حليتها من غادي باش هكاكا كيف ما قلت لكم كي وقت اللي نطبع ما تكونش العجينه معناتها ممدوده، كي نطبع تتلم. حليت في هذيك الثقبه من ثم من غادي باش هكاكا معناها كي نجي نهز كي نطبع تطلع لي يعني الطابعه المرسوم تاع البيتزا او الدائره نتاع كعبه البيتزا الميني بيتزا، تطلع معناها بالضبط كيما قطعتها كيما هي كيما حطيتها بالضبط. لهنا في الاول قطعت كيما بالطريقه هذه، ستفتها في البلاتو ديجا معناها الفور سخون معناها على 180 درجه باش نحطها في الفور ديريكت. المقطع نتاع الفور ما فهمتش علاش ما تصورش ولا تمسح، ما فهمتش. المهم من بعد باش نتكها بالفرشيطه قبل ما نبدا نقبها بالفرشيطه، نعمل فيها ثقوب بالفرشيطه هذيك العجينه اللي بقات لي باش ما تشيحش وما تنشفش، لان عجينه البيتزا ما تجيش معناتها كاسحه برشا، ادلكتها وحطيتها على جنب. لهنايا باش نجيو نعملوا فيها ثقوب هكاكا باش تحافظ على الشكل نتاعها وأمام طون معناها ما تتنفخش وتولي لنا منظرها خايب وتبدا معناتها مايله ولا معوره، فهمتوا؟ انا في الاول دقيتها بالفرشيطه هكا بالطريقه هذه، ومن بعد راني بعد ما حليت العجينه في المره الثانيه حليت العجينه كامله ومن بعد تكتكتها يعني عملت فيها ثقوب بالفرشيطه وقبل ما نقطعها. وهذه هي النتيجه نتاع البيتزا او الميني بيتزا كما تشوفوا، حاجه ولا اروع، جات بنينه بنينه معناها فاوحه، البنه في الفوحه نتاعها والطايبه معناتها نص الطياب هكايا، باش من بعد كي نستحقوا نجبدوا معناتها الكعبات او العدد المعين اللي حاجتنا به ونزيدوها الصوص نعملوا لها الحشو نتاعها. هكا اسهل برشا، توفر عليكم برشا وقت وبرشا تعب، خاصة اللي يخدموا إلا حتى اللي في الدار. بصراحة الواحد في رمضان يتفرغ لقراءة القرآن والصلاة والعبادة إن شاء الله، مش بركة للماكلة. دونك هكا معناتها قبل رمضان نحاولوا نحضروا أكثر ما يمكن باش من بعد في رمضان نتلهوا كان بنظافتنا وصلاتنا وقراءة القرآن وصيامنا وهذاك هو. وهذه هي طريقة التخزين نتاعها. حطيت كل معناتها كل المجموعة معناها بالنسبة للبيتزا عملت كل 12 كعبة مع بعضهم، هذوكم اللي في الاخر بالكل بقاو عملتهم ميني بيتزا صغار على الاخر، حطيتهم في ساشي بوحدهم. وبالنسبه للبطبوط حطيت كل 8 كعبات مع بعضهم، هذاك اللي نستحق معناتها هكاكا نجبد ونطيب ونجبد معناتها ونعملها الحشو نتاعها وهذاك هو. المهم لهنا جينا لاخر الفيديو، ما بقى لي كان نودعكم على امل اللقاء بكم في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه. ما تنسوش لايك وسبسكرايب.